حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قولوا يا جماعة أن الإنسان المسلم المؤمن وجب عليه أنه يخالف اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى. لما هاجر وجد أهل المدينة يحتفلون بيومين في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاحتفال، عن هذه الاحتفالات وعن هذه الأعياد التي يحتفل بها الكفار، فقالوا يومان كنا نحتفل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بيومين خير منهما، يوم النحر ويوم الفطر. كيفاه الشيخ الناس هذوهم اللي راهم يحتفلوا بعيد الميلاد، يعني واش يقول الشرع في هذه؟ هي نقولوا احنا من ناحية تاع الدين، نعم. من ناحية تاع الإسلام، العقيدة، ربي قال في كتابه العزيز لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح إلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى في حديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم أو سنن الذين من قبلكم، قال شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ ومن هذا المنطلق نقول أن من ناحية الدين والشريعة والإسلام أن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نتبع الأمم كافرة، اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من النحل والمنل والأقوام وغيرهم الذين انحرفوا عن الكتب السماوية. فنقول يا جماعة أن الإنسان المسلم المؤمن وجب عليه أنه يخالف اليهود والنصارى، يخالفهم في العادات وفي التقاليد وفي اللباس، ناهيك عن العقيدة والدين والإسلام وطقوس العبادة. فالإنسان مأمور يا جماعة، خاصة في هذه الأيام كثير من الناس ربما يكون جاهلا بهذه الأحكام، وربما يكون متعمدا، لست أدري. ومن الناس ربما من يضرب بالنصوص الشرعية والأحكام الشرعية عرضا حائط فيتعمد هذه الأشياء. فنقول هذه انتفاسة طيبة منكم من هذه الناحية. نقول يا جماعة أنه لا يجوز أن نحتفل معهم في هذه الأيام بهذه الأعياد التي هي ليست من ديننا أصلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر المدينة المنورة، لما هاجر وجد أهل المدينة يحتفلون بيومين في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاحتفال، عن هذه الاحتفالات وعن هذه الأعياد التي يحتفل بها الكفار. فقالوا يومان كنا نحتفل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بيومين خير منهما، يوم النحر ويوم الفطر. فاحنا الأعياد نتاعنا الأصل يا واش هي؟ عيد الأضحى وعيد الفطر. هذه هي الأعياد التي أمرنا الشرع أن نحتفل بها وأن نحتفي بها وأن نتمتع بها بطبيعة الحال.